مرحبا. هل تشعر أحيانا أنك تائه، ضائع، لا تعرف من أين تبدأ؟ كثير منا يشعر أن القطار قد فاته، لكن دعني أخبرك سرا، لا يوجد شيء اسمه فات القطار. القطار الحقيقي يفوتك فقط عندما تقرر ألا تتحرك. كل يوم نقول لأنفسنا: غدا سأبدأ، غدا سأتغير، غدا سأكون أفضل. لكن الغد يأتي ويمضي ونحن ما زلنا في مكاننا. لماذا؟ لأننا ننتظر اللحظة المثالية، ننتظر أن نكون جاهزين تماما. لكن تعرف شيئا؟ كل الناجحين الذين نراهم اليوم بدأوا من نقطة ما. لم يكن أي منهم جاهزا 100%. بعضهم بدأ وهو خائف، بعضهم بدأ وهو محطم، وبعضهم بدأ بعد فشل تلو الفشل. الفرق الوحيد أنهم اتخذوا الخطوة الأولى، وأنت أيضا تستطيع. ابدأ بخطوة صغيرة. استيقظ باكرا ب5 دقائق فقط. اجلس مع نفسك لحظات. اكتب ما يزعجك وما تحلم به. ارسم خطة بسيطة ولو خطوة واحدة. اسأل نفسك: أين أريد أن أكون بعد سنة من اليوم؟ إذا بقيت في مكاني هل سأكون راضيا؟ إذا كان الجواب لا، فقد حان وقت التغيير. مرحبا. هل تشعر أحيانا أنك تائه، ضائع، لا تعرف من أين تبدأ؟ لكن تعرف شيئا؟ كل الناجحين الذين نراهم اليوم بدأوا من نقطة ما. لم يكن أي منهم جاهزا 100%. بعضهم بدأ وهو خائف، بعضهم بدأ وهو محطم، وبعضهم بدأ بعد فشل تلو الفشل. الفرق الوحيد أنهم اتخذوا الخطوة الأولى. كل يوم نقول لأنفسنا: غدا سأبدأ، غدا سأتغير، غدا سأكون أفضل. لكن الغد يأتي ويمضي ونحن ما زلنا في مكاننا. لماذا؟ لأننا ننتظر اللحظة المثالية، ننتظر أن نكون جاهزين تماما. هذه اللحظة هي فرصتك، هذه لحظة الوعي الحقيقي. ابدأ الآن حتى تشكر نفسك غدا. لا يهم إن كانت بدايتك متواضعة، المهم أنك بدأت. وأنت أيضا تستطيع. ابدأ بخطوة صغيرة. استيقظ باكرا ب5 دقائق فقط. اجلس مع نفسك لحظات. اكتب ما يزعجك وما تحلم به. ارسم خطة بسيطة ولو خطوة واحدة. كثير منا يشعر أن القطار قد فاته، لكن دعني أخبرك سرا: لا يوجد شيء اسمه فات القطار. القطار الحقيقي يفوتك فقط عندما تقرر ألا تتحرك. صدقني، لا أحد يولد ناجحا، لا أحد يتغير بين ليلة وضحاها. الفرق بين من تغير ومن بقي في مكانه هو أن الأول قرر أن يبدأ. كفى تأجيلا، كفى ترددا، كفى لوما للذات. البداية ليست مجرد كلمات، البداية قرار تتخذه من أعماق قلبك، قرار يخرجك من الظلام الذي أنت فيه. كفى تأجيلا، كفى ترددا، كفى لوما للذات. البداية ليست مجرد كلمات، البداية قرار تتخذه من أعماق قلبك، قرار يخرجك من الظلام الذي أنت فيه. صدقني، لا أحد يولد ناجحا، لا أحد يتغير بين ليلة وضحاها. الفرق بين من تغير ومن بقي في مكانه هو أن الأول قرر أن يبدأ. هذه اللحظة هي فرصتك، هذه لحظة الوعي الحقيقي. ابدأ الآن حتى تشكر نفسك غدا. لا يهم إن كانت بدايتك متواضعة، المهم أنك بدأت. إذا أعجبك هذا المحتوى لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شاركنا تجربتك في التعليقات. متى قررت أن تبدأ من جديد؟ وكيف كانت النتيجة؟